بقى إنه قال لك لا لا إحنا ما بنخنقهمش، إحنا بنكتم نفسهم بس. تعالوا بقى نعرف كل واحد كانت شغلته إيه في الموضوع ده. عبد العال يا سيدي كان بيمسك الضحية من رجليها عشان ما تتحركش، والتاني كان بيكتف إيديها علشان ما تتحركش من فوق، والتالت بقى كان بيمسك راسها لغاية ما الرابع يحط منديل مبلول على نفسها يخنقها لغاية ما تقطع النفس خالص، وبعدين يروحوا مقلعينها الدهب وواخدين أي فلوس معاها ويروحوا دفنينها في المكان اللي قتلوها فيه. وكانت رايا وسكينة بقى بياخدوا الدهب ده ويروحوا يبيعوه في السوق في الصاغة عند واحد طبعا تبعهم، وبعد ما يبيعوا الدهب ياخدوا الفلوس ويقسموهم بالتساوي عليهم كلهم. وبدأت الشرطة تدور عن السبب ورا البلاغات الكتير اللي اتقدمت لاختفاء الستات في اسكندرية كلها. وأول بلاغ كان في نص يناير سنة 1920، واللي قدمته ست اسمها زينب حسن. الست دي كان عندها 40 سنة وراحت بلغت إن بنتها نازلة بالليل اللي عندها 25 سنة اختفت من 10 أيام، وكانت لابسة دهب كتير في إيديها، ومامتها كانت شاكة إن اختفائها ده بسبب الدهب ده، يعني عشان السرقة. طبعا هتقولولي هي الست جاية تفتكر بنتها بعد 10 أيام بحالهم؟ استنوا بس اسمعوني. ساعتها كان في كذا سبب لاختفاء البنات، منهم كان الفقر وكمان الحب. كانوا بيختفوا وبيمشوا مع اللي بيحبوهم من غير ما يبلغوا أهاليهم، فما كانش عندهم احتمال الخطف عشان السرقة أو القتل والكلام ده، عشان كده الناس ما كانتش بتبلغ أول ما البنات تختفي. وفي سبب تاني، ساعتها كانت الستات بتلبس عبايات سوداء وبتغطي وشهم وملامحهم كلها، فما كانش حد بيتعرف عليهم. ده غير ان كمان ساعتها ما كانش في بطايق شخصية اصلا، فكان صعب يلاقوا الناس اللي بتتبلغ عن خطفهم او اختفائهم.